السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. النهاردة درسنا النهاردة من كتاب قطر الندى في الرياضيات. قيم تلميذك حتى الدرس 7 وقيم تلميذك حتى الفصل 2. هناخد مع بعض تقييمين، تقييم للدرس 7 والفصل التاني كله. خلصنا الفصل التاني وان شاء الله نبدأ في الفصل التالت على خير. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك للفيديو، لاول مره يشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل. لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. احنا اخدنا مع الابدال خاصيه الابدال في الضرب وشرحنا والفيديو موجود. بيقول لي لون على الشبكات حسب عمليه الضرب لكل حاله واكتب ملاحظاتك. عندي هنا نظام الشبكات اللي احنا اخدناه. بيقول لي هنا 2 في 6، وبأكد اللي محفظش جدول الضرب يقفل الفيديو ويكمل حفظ جدول الضرب وبعدين يكمل معانا منهج سنة تالتة. تمام. 2 في 6 بكام؟ ب12. يبقى على نظام الشبكات هنعمل ايه؟ واحنا قلنا زي في المصفوفة كده، زي ما كنا بنقول 2 صف في 6 أعمدة على نفس الشبكة برضو. هيبقى 2 صف في 6 أعمدة، يعني صفين. هنلون كده لحد رقم 2 ورقم 6. هنعد معايا 2 صف، 1 2 3 4 5 6، 6 عمود. كده خلصنا. المسألة اللي بعد كده 6 في 2، نفس العملية بس غيرنا أماكن. 6 في 2 ب12. كان هنا 2 صف، لا أما نغير بقى نبدل هيبقى 6 صفوف و2 أعمدة. تمام. هنلون 6 صفوف وكل صف فيه 2 هيديني 2 أعمدة. تمام. ملاحظاتي ايه بقى؟ الشاطر واللي مركز معايا بيقول ملاحظاتي انه 2 في 6 تساوي 6 في 2، خاصية الإبدال في الضرب. النشاط اللي بعد كده اكتب عملية الضرب المناسبة في كل حالة وسجل ملاحظاتك. جايب لي هنا نظام المجموعات. كم مجموعة؟ طبعا شرحنا الكلام ده باستفاضة. كم مجموعة؟ 1 2 3 4، يبقى 4 ضرب أو 4 فيه. كل مجموعة تحتوي على كام دائرة؟ هنعد نلاقي 9، يبقى 4 فيه 9 تساوي، اللي حافظ جدول الضرب ومكمل معايا هيقول 4 في 9 ب36. اللي بعد كده هنا غير أماكن. هنعد نلاقي 9 مجموعات ضرب 4، كل مجموعة فيها 4، يبقى 9 في 4. نفس الكلام يا سنة تالتة إبدال. 9 في 4 تساوي 36. ملاحظاتي إيه بقى؟ 4 في 9 تساوي 9 في 4، خاصية الإبدال في الضرب. نشاط 3، مثل عمليات الضرب الآتية. 3 في 7 تساوي كام يا حلوين؟ 21. والسبعة في 3 21. بطريقتين مختلفين لتوضيح خاصية الإبدال في الضرب. زي نفس الطرق دي، طريقة الشبكات وطريقة المجموعات. في الكراسة عندك هتعملهم، بس طبعا 3 في 7. لو هنرسم الشبكة عندنا في الكراسة أو تحت كده في الكتاب هيبقى 3 صفوف في 7 أعمدة. وبعد كده لو هنعمل بعد كده الطريقة التانية هتكون بعد ما كانت 3 صفوف و7 أعمدة هيبقى 7 صفوف و3 أعمدة. والكلام ده مشروح قبل كده. الصفحة اللي بعد كده قيم تلميذك حتى الفصل 2. كل اللي أخدناه بقى في الفصل التاني. أكمل ما يأتي. 4 زائد 500 زائد 9000 زائد 70000. وطالب معايا هنا صيغة رمزية، واحنا قلنا ان الصيغة الرمزية الأرقام كما هي بدون اصفار. الأرقام الخانة اللي بكتب فيها صفر هي اللي مش بتكون موجودة معايا هنا في الصيغة الممتدة عشان بحفظ بيها خان. 4 في الأحاد طبعا زي ما هي. عندي 500 في المئات، ينفع أكتب الخمسة من غير ما أحفظ خانة العشرات؟ لا، هيبقى صفر وبعدين 5 في المئات طبعا بدون اصفار، بطير الاصفار. بعد كده 9 وبعد كده 7. هنقرأ الرقم 79504. واللي مذاكر معايا وبادئ معايا صح هيحل ده لوحده المفروض يعني. صيغه رمزيه. المساله اللي بعد كده عايزها بالصيغه الرمزيه. 358189. عايزها بالصيغه الرمزيه. نفس الكلام بس هنا الالف ده هشيله عشان ده هنا صيغه كلاميه. هيبقى 358189 بالشكل ده. عندي هنا 200300. عايز صيغة ممتدة. الصيغة الممتدة ان الرقم بيكون مجموع بقيمته. يعني هنا 200300 يعني 200000 زائد 300، وينفع اقول 300 زائد 200000. ده صح وده صح. اللي بعد كده قيمة الرقم 7 في العدد 72485. اللي مش عارف هيعد خانات. أحد عشرات مئات، أحد الألاف مئات الألاف، يبقى كام يا حلوين؟ 70000. اللي كمان يعني اللي ناسي اكتر شوية هيحط السبعة زي ما هي
ويطير اللي قدامها ويحط يحفظ مكانهم اصفار. طيرنا 4 ارقام يبقى قدامها 4 اصفار. القيمة المكانية لرقم 9 في العدد 914523. هنعد أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. يبقى التسعة قيمتها المكانية مئات الألوف، وشارحين الكلام ده باستفاضة في الفيديوهات قبل كده. تمام. أكبر عدد مكون من الأرقام 9 و4 و0 و5 و2. قلت بكتب العدد بيتكتب من الشمال وبنقرأه من الشمال، يبقى أكبر رقم واللي بعديه كده من الشمال، يبقى 9 5 4 2 0. هنقرأ بقى أو 0. 95420. الألف هو أصغر عدد مكون من، الشاطر معايا طبعا بيقول 4 أرقام. لون على حسب عملية الضرب. هنا بيقول لي ده طبعا نظام الشبكات اللي لسه قايلين عليه قبل الوقت. 3 في 6 بكام يا حلوين؟ ب18. عرفتوا ليه بقول لكم اللي ما حفظش جدول الضرب يقفل معايا الفيديو ما يكملش معايا غير لما يحفظ جدول الضرب. تمام. نظام الشبكات يعني 3 صفوف، كل صف فيه 6 عشان يكون معايا 3 صفوف و6 أعمدة. اكتب عملية الضرب المناسبة. عندي هنا كم مجموعة؟ 1 2 3 4، يبقى 4. هعد في كل مجموعة كام؟ هعد الاقي 8، يعني 4 في 8 تساوي 32. بعد كده مثل عملية الضرب 3 في 5 بطريقتين مختلفتين ثم أكمل. أنا هعمل مثلا نظام الشبكات. أول طريقة 3 في 5، هنا يعني هرسم كده نظام الشبكة، وهعمل 3 صفوف، كل صف فيه 5، هيكون معايا 3 صفوف و5 أعمدة. الطريقة اللي بعد كده هيكون 5 في 3، يعني هيكون معايا 5 صفوف، كل صف فيه 3، هيكونوا كام؟ 5 صفوف و3 أعمدة. استنتج هنا او ملاحظاتي ايه؟ 3 في 5 تساوي 5 في 3 تساوي 15. رقم 5 ضع علامة اكبر من او اصغر من او تساوي. هنا 583062 اكبر ولا اصغر او تساوي؟ 2 زائد 60 زائد 300 زائد 58000. لا طبعا هنلاقي ال 583000 اكبر. قيمة الرقم 3 في العدد 583426، ولا قيمة الرقم 3 في العدد 385217؟ لا طبعا 385000 أكبر. هلاقي هنا أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، مئات الألوف. طب تعالى نشوف الثلاثة اللي هنا، أحاد، عشرات، مئات، ألوف. لا مئات الألوف هي الأكبر. واللي متابع معايا من أول فاهم الكلام ده كله لسنة تالتة، كلكم إن شاء الله شطار. رقم 6 اكتب الصيغة الممتدة للعدد 665. العدد 65984. يلا صيغة ممتدة يا حلوين. كل رقم بينزل مجموع بقيمته المكانية. 4 في الأحاد ب4 زائد 8 في العشرات بكام يا حلوين؟ ب80. 9 في المئات 900. 5 في العشرات ب5000. 6 في عشرات الآلاف ب60000. بعد كده العدد اللي معايا كام؟ 30495. الخمسة هيبقى 5 زائد 90 زائد 400 زائد كام؟ 30000. 99099 هيبقى 9 زائد 90 زائد 9000 زائد 90000. 20804 هيكون بقى 4 زائد 800 زائد 20000. الكلام ده احنا شارحينه باستفاضة. لو أول مرة بتشوفوا الفيديو القناة تقدروا تشوفوا الفيديوهات على القناة. عندي 90005 بيساوي كام صيغة ممتدة؟ يعني 5 زائد 90000. اكتب الصيغة الرمزية لكل عدد. 54253 هكتبهم كده. 54000 طبعا من الشمال لليمين، 54253. 30590. 30590. 30000 كده من الشمال و590. ولو ولي امره بتسمعني، الطفل طبعا لازم يقرأ الارقام والحاجات دي سهلة جدا، المفروض هو اللي يحلها من نفسه. 4 زائد 500 زائد 90000 هيبقوا كام بقى؟ 90504. وبحفظ خانة العشرات بصفر عشان مش موجود معايا هنا في العشرات. ما خانة العشرات بصفر وخانة أحد الآلاف بصفر. 9 زائد 30 زائد 40000 هيبقى 40039. 40000 اهوت يا حلوين، 40000 و39 والصفر ده طبعا عشان يحفظ خانة المئات. 4 زائد 70 زائد 1000 زائد 12000 يبقى 12074. 4 زائد 80 زائد 900 زائد 11000 يبقى 11000. طبعا الصيغة الرمزية اهو بنكتبه من غير اصفار.
11984. 24 ألفا زائد 8 مئات زائد 4 عشرات هيبقى ايه بقى؟ 24840. تمام كده. أكمل تمثيل الأشكال الآتية بيانيا باستخدام الأعمدة ثم أجب على الأسئلة. التمثيل البياني يا سنة تالتة، دي الأشكال اللي معايا. هنلاقي هنا العنوان معايا هيكون تمثيل الأشكال الآتية باستخدام ممكن أقول الأشكال. تمام، أو تمثيل بياني للأشكال. وهنا هيكون هنا اللي هو المحور أو الخط اللي معايا اللي هو الرأسي بيكون عدد الأشكال، والأفقي الأشكال نفسها أهو معايا. هنا بقى هنعد المثلث كام؟ 2 4 6 8. هنعد المثلثات هنلاقيهم 8 وهنظل لحد رقم 8. شكل الدائرة 2 4 6 8 10 هيكونوا 10 وهظل لحد ال10. المربع 2 4 6 هظل عدتهم لقيتهم 6 طبعا هيظل لحد ال6. ما إجمالي عدد الأشكال؟ لو عديت الأشكال كلها لقاها 24 شكل. ما الفرق بين أكبر وأقل عدد للأشكال؟ هعمل إيه؟ أكبر عدد معايا كان 10، هي هطرح بقى، عايز الفرق يعني طرح. 10 طرح أو ناقص كام؟ أقل عدد معايا كام؟ 6. 10 ناقص 6 بيساوي 4 أشكال. وده كان فيديو النهاردة يا سنة تالتة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي مكمل معايا لآخر فيديو ياريت يكتب لي في الكومنتات. أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.